سلسلة موبايلات بيكسل من جوجل دايما بتشتهر بتصميمها الغريب وبنظام الاندرويد الخام الخفيف بتاعها اللي طبعا بيبقى خفيف جدا فوق ما تتخيل. من بداية 2016 لحد النهارده بدأت الشركة بإصدار سلسلة بيكسل لحد ما وصلنا في 2022 لبيكسل 7. خامات قوية من الإزاز، طبقة حماية متطورة جوريلا فيكتوس أمامي وخلفي، الفريم معدني شيك جدا، تصميم غريب للكاميرات الخلفية، الفريم بتاعها عريض شوية بارز شوية ولكن محافظ على الكاميرات وبدون أي ملحقات في العلبة للأسف ولا شاحن ولا سماعات، والشركة فاضل لها تكة وهتلم تبرعات من المستخدمين للاسف. بصراحه عمري ما كنت فان بوي للاندرويد الخام، بس مدى التطور اللي حصل لحد النهارده في بيكسل 7 في سلاسه الواجهه الخام لاندرويد 13 مبهر بصراحه. ده هتلاحظوه بسهوله في المراجعه. الكاميرات الخلفيه زي ما احنا شايفين الثنائيه مدمجه كده في اطار غريب معدني، يعني مديها شكل مختلف عن اي براند تاني انت جربته من اي شركه تانيه، وطبعا شعار جوجل في النص مزين شكل الموبايل. زي ما انتم شايفين كده المنفذ بتاع الشريحه بيدعم شريحه واحده نانو تقنيه 5G، وما بيدعمش للاسف اضافه ساعه تخزينيه اضافيه ميموري كارد لو انت بتستخدمها، فلازم تحط النقطه دي في اعتبارك وانت بتختار بيكسل 7. وكمان بيدعم اضافه شريحه اضافيه اللي هي الافتراضيه، ولكن للاسف لسه مش مدعومه في مصر وفي دول تانية كتير. بيكسل 7 طبعا بيدعم بصمه الاصابع تحت الشاشه، وده احد الاسباب اللي بتخلي بصمه الاصابع مش سريعه وطبعا بتبقى غير دقيقه، وده شائع اكتر لو نوعها اوبتيكال، زي للاسف ما هي مدعومه في البيكسل 7 كده اوبتيكال. خلونا كده نسجل البصمه ونشوف تجربتها هتبقى عامله ازاي. تعالوا كده نشوف مع بعض ونجربها ونشوف ظروفها ايه. بصراحة زي ما واضح كده من التجربة البصمة خرافية جدا بصراحة، دي في رأيي دي أسرع بصمة أوبتيكال أنا شفتها تحت الشاشة جربتها لحد دلوقتي. ده أكيد مساعدها المعالج الخمسة نانومتر اللي معمول من شركة جوجل، وطبعا الواجهة الخفيفة جدا بسبب إن الأندرويد خام. بصراحة يعني المزيج ده عامل بصمة مختلفة جدا. زي ما احنا شايفين لوحة الإشعارات في نظام اندرويد الخام شكلها مختلف شوية عن البراندات التانية، ولكن نفس الوظائف ونفس الميزات الموجودة فيها الموجودة في أغلب البراندات التانية. أدوات أكتر، وظائف متاحة، كل حاجة موجودة، بالإضافة لسلاسة ومرونة عالية جدا في الاستخدام. عندنا طبعا البيكسل 7 جايب اندرويد 13 زي ما احنا شايفين، اندرويد الخام. الواجهة بتاعته خفيفة جدا، هتحس بمدى السرعة والخفة موجودة في الواجهة مقارنة بالواجهات التانية، لكن كشكل واجهه مش هيعجبك شويه لو قارنتها بالوان يو اي بتاع سامسونج مثلا، لكن كوظائف ومهام وسرعه حاجه قويه جدا وما تختلفش عن اي واجهه تانية موجوده في اي شركه تانية. هتلاقي اهتمام شويه بالثيمات والاشكال بتاعه الايقونات وترتيبها بشكل منظم، هتلاقي شويه، وهتلاقي تقريبا اغلب الميزات الاساسيه المهمه في الاندرويد متوفره في الاندرويد الخام الخاص بالبيكسل 7. عندنا كمان البطاريه بتاعه البيكسل 7 4355 ملي امبير، السرعه بتاعتها 20 واط، تعتبر سرعه مش كبيره قوي في 2022، بس الميزه القويه بتاعتها ان هي بتدعم شحن لاسلكي بنفس السرعه 20 واط. هنعتبر سعه البطاريه كويسه لان الاندرويد خام المفروض ان هو مش بيستهلك موارد من الموبايل بغباء، وطبعا هيوفر معاك شويه ان المعالج 5 نانومتر. الشاشه الاماميه زي ما احنا شايفين الوانها روعه، الاضاءه بتاعتها عاليه بشكل ملحوظ جدا، ريفريش ريت بتاعها 90 هرتز بحجم 6.3 انش، الحواف بتاعتها عريضه شويه، المعالج بتاعنا زي ما قلنا هو من تصنيع وابتكار شركه جوجل نفسها، تنسور جي 2 بدقه 5 نانومتر، هيوفر معاك شويه في البطاريه، ثم ان هو طبعا بترددات عاليه وقويه. بصراحه عامل ميكس جامد جدا مع الاندرويد الخام في السرعه والسلاسه. زي ما احنا شايفين لما تيجي تفتح اي حاجه تحس ان انت الشاشه مش 90 هرتز بس، تحسها اكتر، وده بيرجع ان الاندرويد الخام خفيف جدا وفعلا مش بيستهلك موارد كتيره من الموبايل نفسه. حاجه بصراحه جميله جدا ممتعه، وكمان في الجيمنج هتلاقي القوه بتاعه المعالج هتعجبك.
مش هنطول عليكم، احنا قلنا بس كده نقول لكم ملخص سريع عن بيكسل 7. احنا لسه طبعا بنجربه، وان شاء الله هنقول لكم تجربه الاستخدام كامله. الموبايل بصراحه يعني انت لو بتحب الاندرويد الخام وفان بوي ليه هيعجبك الواجهه وشكل التنظيم بتاعها والاشكال بتاعتها. ولكن انا عن نفسي مش فان بوي للاندرويد الخام، ولكن هو موبايل بصراحه يستاهل ان انت تدور عنه اكتر وان انت تبحث عنه اكتر وتحب تجرب الواجهه بتاعته. دمتم في خير، سلام عليكم.